انت مش تعبان علشان الدنيا صعبة، انت تعبان علشان جواك حقيقة، وكل يوم بتهرب تبص فيها. عارف أصعب مواجهة؟ إنك تواجه الناس، إنك تواجه نفسك وتقول أنا عايش الحياة الغلط. ليه بقينا نهرب من المواجهة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. في ناس كتير شكلها طبيعي جدا، بتضحك، بتشتغل، بتنزل بوستات، لكن جواها حرب يومية، لأن في صوت صغير جواها بيقول انت مش مبسوط، العلاقة دي بتكسرك، الشغل ده بيطفي روحك. الشخصية اللي لابسها مش انت، لكن بدل ما نواجه بنهرب. نهرب بالموبايل، بالشغل، بالسهر، بالضحك الكتير، بالعلاقات المؤقتة، بأي حاجة تمنعنا نقعد مع نفسنا 5 دقايق في هدوء. لأن المواجهة مرعبة. احنا اتربينا ان الهروب أأمن من المواجهة. من واحنا صغيرين بنقول كبر دماغك، طنش يا عم، عيش وخلاص. فتحولنا لناس بتدفن مشاكلها مش بتحلها. بقينا نخاف نعترف ان الشخص اللي معانا غلط، او الطريق اللي ماشيين فيه غلط، حتى النسخة اللي بقينا عليها غلط. فبنفضل نكمل علشان المواجهة محتاجة شجاعة، وشجاعة المواجهة معناها انك ممكن تخسر ناس او امان مؤقت او صورة قدام الناس سنين كنت فاكرها صح. وده مؤلم جدا على اي انسان. مثلا في ناس بقالها سنين في علاقة مؤذية وعارفين انها غلط، لكن بيقولوا أهو أحسن من الوحدة. وفي ناس شغالة شغل بيكرهوا كل دقيقة فيه، لكن خايفين يبدأوا من جديد. وفي ناس بقت نسخة مزيفة طول الوقت، تضحك وهي مكسورة، توافق وهي رافضة، تقول أنا كويس وهي حرفيا بتغرق. ليه؟ لأن الحقيقة ساعات بتحتاج قرار، والقرار محتاج مواجهة، والمواجهة محتاجة شجاعة، وأغلب الناس فقدتها. الهروب إنك تقنع إن كل حاجة تمام، وده اللي بيحصل دلوقتي. بقينا نستخدم السوشيال ميديا أو الانشغال المستمر، الضحك والهزار طول الوقت، كمخدرات نفسية طبعا. أي حاجة تمنع العقل يفكر، لأن أول لحظة هدوء الحقيقة بتطلع، وفجأة بتسمع السؤال اللي كنت بتهرب منه: أنت عايش الحياة اللي تستحقها فعلا؟ ليه المواجهة مرعبة؟ لأن المواجهة معناها مسؤولية. يعني لو اعترفت إنك تعبان يبقى لازم تتحرك، لو اعترفت إن العلاقة غلط يبقى لازم تاخد قرار، لو اعترفت إنك ضيعت سنين يبقى لازم تبدأ من جديد. وده أصعب شيء على النفس البشرية، إنها تعترف إنها كانت ماشية غلط. اقعد مع نفسك بدون مشتتات 5 دقايق يوميا، بدون موبايل أو موسيقى سوشيال ميديا. بس اسأل نفسك أنا هربان من إيه؟ السؤال ده ممكن يغير حياتك. ما تجملش الحقيقة لو العلاقة مؤذية، اعترف لو الشغل بيقتلك نفسيا، اعترف لو شخصيتك الحالية مش شبهك، اعترف ان الاعتراف مش ضعف، الاعتراف بداية الإنقاذ. بطل تأجيل. أغلب الناس فاكرة ان الوقت هيحل كل حاجة. الحقيقة الوقت بيضخم اللي بتهرب منه. واجه بخطوات صغيرة، مش لازم تقلب حياتك في يوم واحد. ابدأ بحاجة بسيطة، مكالمة مؤجلة، قرار صغير، كلمة لأ، مواجهة نفسك بالحقيقة. كل مواجهة صغيرة بتبني نسخة أقوى منك. تخيل تعيش 10 سنين كمان بنفس الحياة، نفس الكذب على نفسك، نفس الشعور الداخلي إنك مش مرتاح. مرعب، صح؟ الأخطر إنك تتعود. النهاية القوية الحقيقية عمرها ما كانت العدو، الهروب هو العدو. لأن كل مرة بتهرب فيها من المواجهة أنت بتسيب حياتك تضيع بهدوء. يمكن المواجهة توجعك شوية، لكن الهروب بيوجع العمر كله. واشوفكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. قولي بقى، ايه اكتر حقيقة انت بتهرب تواجهها دلوقتي؟ لو حاسس ان الوقت جه هتبطل هروب. سلام.